قال أحدهم: كنا مرة فوق سيارة فركبت امرأة في العاصمة صنعاء وهي متبرجة، يعني لبسها ملفت، لبسها فتنة. فقام أحد الركاب ينصح لها يقول: يا بني اتق الله، تحجبي، هذا لا يجوز لك أن تفعليه، الله عز وجل سيعاقبك. فأخرجت هاتفها من حقيبتها وقالت لها: خذ التليفون واتصل رب العالمين يعذبني. طبعا الناس في اليمن تربوا على حب الله ورسوله ولو كان عندهم معاصي، إلا أنهم يتعصبون لهذا الباب. فالباص يعني قام كله، قالوا: والله ما تركب معنا، والله تنزلها الآن، ويلا يا سواق وقف. قال وقف ورب العزة ما تركب ولا تمشي معنا، ونزلوها فوق السيارة. وسبحان الله، قال أحد الركاب: ما هي إلا أن نزلت وجاء السيارة مسرعة على الخط وصدمتها حتى رفعتها إلى الجو، ثم انبسطت على وجهها وما تحركت، فارقت الحياة بدون اتصال وبدون شيء، بدون اتصال وبدون شيء. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فعاقبها الله تبارك وتعالى. فالمرأة المسلمة تنتبه، تكون في غاية الحذر وتكون في غاية الانتباه.